السلام عليكم، معكم الشيف ربيع عزمي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الطاجين مسفيوي 100%. طاجين تاع بوزروك. بطبيعه الحال انا بوزروك هو اللي مهم دابا في هذه الاكله. انا هنا خديت غير نص كيلو تاع بوزروك. غناخذوا مطيشه وحده رانا حكيتها وحده غير قطعتها طروفه، والكونسونطري ديال المطيشه يعني تاع الحك. غنحتاجوا المعدنوس والقزبر، غنحتاجوا هنايا الكرافس، وقد ما كانت الكرافس كثيره راه مزيانه. غنحتاجوا الزيت البلديه، غنحتاجوا شويه الهريسه، الكمون، شويه البزار، شويه السكينجبير، الثومه والملحه، وبطبيعه الحال غنحتاجوا الفلفله حاره وهذا الحامض. غنبداو بسم الله. انا راه ديما كندير شويه الماء تندير الزيت. الزيت راه كل واحد يدير القياس ديالو، هو راه شويه كيبغي يكون فيه ليدان. كديروا بحال بغيتو طيبوا الحوت عادي. وسميتو بوزروك راه كيبغي الغسيل مزيان، واللي ما كتعرفش عليه تعرفش ليه تحاول انها تعطيه لشي حد اللي كيعرف يغسلو. وبالنسبه الا بغيتو تحيد منه الرمله راه كي تجيبوه غتديروه في بانيو وتخوي عليه الماء وخليه شي ساعتين ولا 3 سوايع، ما ديريش. وعاودي خوي عليه داك، هزيه بحال الشكل ديال القمح، بحال اللي كنغسلو القمح والجنجلان. غتبقاو ديروا بحال هكا وتهزوه وتحطوه، ماشي تهزوه كامل باش ديك الرمله اللي كتبقى تحت لتحت. الملح انا ما كنعرفش نديرها نهائيا بالمعلقه. شويه الهريسه، هاد الهريسه اللي عندي راه فيها الحموضه اكثر من الحروره، راه زوينه. بالنسبه لسميتو اللي بغات تشري الهريسه تسول عليها، لان كاين اللي كتكون غير حاره وما فيهاش واحد المذاق زوين. ماشي بالضروره انها تحك ولا هذا. واللي عزيز عليه الثومه راه يزيد الثومه، هي غير صحيه. المهم تخلطوا كاع المقادير اللي عندكم وتحطوا صافي. دابا غنغطيو ونخليوه وردوا ليه البال الوقت اللي غيتخصو شويه الماء ولا شي حاجه، راه بنادم غيرد البال. الطاجين ديالنا بعد ما طاب ها هو، نتمنى انه يعجبكم وشهية طيبة، وشكرا.